أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. الخير إذا أقبل وصل واستفيد منه، لكن الشر إذا أقبل كيف يتقى؟ كيف يتقى؟ كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. المراد بالشر هنا الفتن. حذيفة رضي الله عنه روى أحاديث الفتن كالمتخصص فيها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن هذه الفتن ليتقيها ويحذر الناس من شرها، مخافة أن يدركني يعني وقتها أو شرها. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، من كفر وقتل ونهب وارتكاب فواحش وغير ذلك، فجاءنا الله بهذا الخير، بهذا الدين الذي اجتمع فيه خير الدنيا والآخرة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. والباب الذي يحول دون هذا الشر وهذه الفتن هو عمر رضي الله عنه، وقد كسر هذا الباب. ثم تلاه مقتل عثمان رضي الله عن الجميع. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، يأتي خير. ومن أظهر وجوهه ما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله،